السلام عليكم، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا بخير. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن المصطلحات الطبية، واتكلمنا عن نظام الدراسة في كلية الطب، واتكلمنا عن أهمية الإنجليزي وهل هو يمثل عائق قدام أي حد بيدرس طب ولا لأ. لو انت ما اتفرجتش على الفيديو ده هسيبهولك في الوصف، لازم تتفرج عليه. في الفيديو ده بإذن الله هكلمك عن أهم مصادر الشرح وعن التطبيقات اللي هتحتاجها بدل ما تشتري عظم. تالت حاجة هكلمك عن مقدمات لكل مادة من مواد الأكاديمي اللي احنا اتكلمنا عنهم المرة اللي فاتت. ومواد الأكاديمي هي 8 مواد: الأناتومي، ومادة ليها علاقة بيها وهي الإمبريولوجي، الهيستولوجي، الفسيولوجي، الباثولوجي، الفارماكولوجي، والباراسيتولوجي، والمايكروبيولوجي، والبايوكيمستري، ومادة ليها علاقة بيها بنسميها الجينيتكس أو علم الوراثة، ومادة أخيرة ملهاش يعني لازمة قوي بنسميها الإيثكس أو الأخلاقيات أو إزاي أنت هتتعامل مع المريض، وفي كلية طب المنصورة بنسميها BCM. أول حاجة هنبدأ بيها وهي الأناتومي. الأناتومي علم التشريح، وهو عبارة عن وصف الأعضاء وأجزاء جسمك على مستوى العين المجردة، يعني مش بتحتاج ميكروسكوب. على سبيل المثال عضو زي الكبد، بتدرس هو مكانه فين، ايه الشرايين اللي رايحة تغذيه، وايه الأوردة اللي طالعة منه، وايه الاعصاب اللي رايحه له، حجمه قد ايه، وكتلته قد ايه. كأنك ماسك الكبد في ايدك كده وعمال توصف كل حاجة انت شايفها بعينك. هو ده الاناتومي. بالنسبة بقى للهيستولوجي، الهيستولوجي لها اسم تاني اللي هو المايكرو اناتومي. مايكرو يعني صغير، يعني بندرس كل حاجة ليها علاقة بالعضو ده ولكن تحت الميكروسكوب. بنشوف شكل الخلية بتاعته عاملة ازاي، النواة اللي جوه الخلية دي شكلها عامل ازاي، كمية السيتوبلازم اللي جوه الخلية، العضيات او العضيات اللي موجودة جوه الخلية. والهيستولوجي هو علم الأنسجة. يبقى كده خلاص عرفنا ان الاناتومي وصف على مستوى العين المجردة، والهيستولوجي وصف على مستوى تحت الميكروسكوب لسه وظيفته. وفي الفسيولوجي هتدرس وظيفة الكبد بالتفصيل، لأن مادة الفسيولوجي من اسمها هي علم وظائف الأعضاء، يبقى هتدرس وظيفة كل عضو في جسمك ايه. يبقى احنا كده خدنا وظائف الكبد السليم، وخدنا تركيب الكبد السليم سواء كان تحت الميكروسكوب أو بالعين المجردة. لو حصل خلل بقى في أي حاجة من الحاجات اللي احنا خدناها دي، اللي هيهتم بالتفاصيل والخلل ده هو علم الباثولوجي. الباثولوجي يعني علم الأمراض، وده يعتبر أهم مادة في كلية الطب، لأن أصلا وظيفة الدكتور إن هو يعرف الخلل فين أو المرض فين ويبدأ يعالجه. طيب هيعالجه إزاي؟ هيعالجه اعتمادا على مادة بنسميها الفارماكولوجي أو علم الأدوية، اللي بتعرفنا إزاي نوصف الدواء الصحيح، وتعرفنا كل المواد الفعالة بتاعت الأدوية اللي موجودة في السوق عشان ندي المريض الدواء المناسب لحالته أو للمرض بتاعه. يبقى كده لحد دلوقتي اتكلمنا عن 5 مواد: الأناتومي، والهيستولوجي، والفسيولوجي، والباثولوجي، والفارماكولوجي. المادة اللي بعد كده وهي مادة الباراسيتولوجي. بارازايت بالإنجليزي يعني طفيل أو كائن متطفل. هتدرس كل الكائنات اللي بتتطفل على جسم الإنسان زي البلهارسيا والأسكارس وكل الطفيليات اللي انت عارفها أو مش عارفها. المادة السابعة وهي المايكرو بيولوجي، يعني علم الكائنات الحية الدقيقة. من الآخر هتدرس البكتيريا والفيروسات اللي بتصيب جسم الإنسان. المادة الثامنة وهي مادة البايوكيمستري أو الكيمياء الحيوية، ودي من الآخر برضو هتدرس فيها تقريبا اللي انت خدته في أولى ثانوي وعلى كبير شوية، زي الكربوهيدرات، الليبيدات، البروتين، والإنزيمات. دي أهم حاجة هتتكلم عنها. كل الإنزيمات اللي بتساعد أو بتحفز العمليات الحيوية اللي بتتم في جسمك هتدرسها بالتفصيل. دول ال8 مواد الأساسيين. بالنسبة لل3 مواد اللي أنا قلت لك ليهم علاقة بال8 مواد الأساسية، زي مادة الإمبريولوجي. الإمبريولوجي يعني علم الأجنة. هتدرس فيها اللي انت خدته في التكاثر في الإنسان، يعني هتدرس الجهاز التناسلي الأنثوي والذكري، وهتدرس الحمل وأسابيع الحمل وهكذا، يعني بتوسع أكبر. المادة التانية اللي ليها علاقة بالبايوكيمستري وهي الجينيتكس أو علم الوراثة، ودي هتدرس فيها اللي خدته في فصل البيولوجية الجزيئية، يعني هتدرس DNA والRNA وتصنيع البروتينات وهكذا. المادة الأخيرة واللي تعتبر ملهاش لازمة قوي
او مش هتدرسها غير في الترم الاول بس، وهي مادة الBCM او الإيثكس او الاخلاقيات، او ازاي تتعامل مع المريض وعلاقتك بالمريض تكون عاملة ازاي. هي تعتبر مش مادة طبية، لا ده هي بس بتعرفك ازاي تتعامل مع المريض واهله، وازاي لو المريض ضربك تعمل فيه ايه، وهكذا يعني. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ ربنا يهد المفتري يا شيخ. اخيرا خلصنا من مواد الاكاديمي. تعالى بقى اكلمك عن اهم مصادر المذاكرة اللي هتحتاجها سواء وانت بتدرس مواد الاكاديمي او مواد الكلينيكال. اول حاجة الاناتومي والامبريولوجي دكتور ايمن خنفور، الهيستولوجي دكتور ايمان نبيل، الفسيولوجي دكتور ناجي اسكندر، البارا سيتولوجي دكتور نهى مدبولي، البايو كيمستري دكتور محمود الطويل او دكتور ابراهيم الحسيني، الميكروبيولوجي دكتور خالد موافي او دكتور هنادي القط، الباثولوجي دكتور سامح غازي، الفارماكولوجي دكتور عبد المتعال فودة. وهسيب لكم في الوصف او على قناة التليجرام بتاعتي البوت او القناة اللي هيكون فيها كل الداتا دي واللي هتفيدكم بإذن الله، فلازم تشوفوها وتشتركوا في القناة دي. بالنسبة بقى للتطبيق المهم اللي هتحتاجه في الاناتومي بدل ما تشتري عظم بفلوس كتير، هو اطلس هسيبهولك في الوصف او برضه هسيبهولك على قناة التليجرام بتاعتي. لازم تنزل التطبيق ده على تليفونك، هيفيدك جدا. وبس كده، الحمد لله عملت اللي عليا. ما تنساش بقى انت تعمل اللي عليك وتشترك في القناة. سلام.